ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفوني انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا بالقناه لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسوش الكومنت الامر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وامانه بيني وبينك ليوم الدين، لو عليكي صلاه دلوقتي وقفي الفيديو صلي وبعد كده كملي مشاهده الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. انتوا وحشتوني والله العظيم، وحشتوني. وحشني التصوير في القناه أروبة ياسمين يوسف، وحشني جدا جدا. انا عارفه ان انا مقصره قوي في القناه دي، ولكن والله غصب عني انا ركزت في غير فكرك شويه، وانتوا عارفين ان التصوير بياخد وقت طويل قوي، ومع ذلك انتوا وحشتوني وحبيت ان انا اصالحكم بالفيديو ده. هو فيديو حلو وعايزه اسالكم فيه اسئله كتير قوي قوي قوي، ولازم انتوا تتفرجوا عليه من اوله لاخره عشان خاطر يعني زي ما بيقول ايه، من الجلده للجلده، عشان خاطر كل الاسئله دي عايزين نجاوب عليها. اولا، في ظاهره غريبه قوي الفتره دي، والظاهره دي عايزه اقول لكم يعني واحد زميلي في الشغل هو اللي لفت نظري للموضوع ده. كل ما اقول لحد، يعني مثلا انا واحده صاحبتي اسمها سحر هتتجوز ان شاء الله الخميس ده، فكل ما مثلا حد يقول له دي سحرتي هتتجوز يقول الف مبروك لسحر مش عارفه ايه، فبقول له عقبالك بعد الشر. ايه؟ وانا بقول لك حاجه وحشه بقول لك عقبالك؟ يا حرام عليك يا ياسمين، ده لي دعوه حلوه، ايه عقبالك ومش عارفه ايه. قلت له هو من امتى الجواز ده حاجه دعوه وحشه او شر او مش عارفه ايه؟ قال لي لا هو شر. اجي لحد تاني قلت مثلا ممكن الشخصيه دي تكون معقده ولا حاجه ولا في مشكله. اجي لواحده يعني شوف ده ولد، هنقول الولد متعقد. طب البنات شخصيات عاطفيه. عقبالك ان شاء الله مش عارفه، اعوذ بالله، لا 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 انا كده حلوه انا كده كويسه. في ايه يا جماعه؟ هو ايه سبب انصراف الناس الفتره دي او بقالهم فتره كبيره عن الزواج؟ ناس كتير قوي، يعني انا افتكر واحنا صغيرين كنا نقول ايه امتى نكبر بقى عشان نتجوز بقى ويبقى عندنا ولاد، واللي تقول مثلا نفسي اتخطب وانا عندي 16 سنه، واللي تقول انا نفسي مش عارفه اتجوز وانا عندي كام سنه، واللي تقول انا عايزه اتجوز بدري، واللي تقول. دلوقتي البنات ما بقوش عايزين يتجوزوا اصلا، هم والصبيان اصلا يعني ما بقوش يدوروا على فرصه للزواج ولا الكلام ده خالص. الموضوع ده بقى مركون، بقى حاجه يعني مش ضروريه، يعني بقى الزواج حاجه مش ضروريه. قعدت بيني وبين نفسي كده افكر، طب ايه الاسباب؟ طيب ممكن نقول عشان خاطر دلوقتي كان زمان اهالينا بيمنعونا ان احنا كبنات ننزل نشتغل، ان احنا ننزل سوق العمل ونشتغل، وان كل واحده مثلا يبقى ليها كارير ليها، يبقى ليها ذمه ماليه، مصروف، مش عارفه ايه الكلام ده كله، يبقى ليها راي، يبقى ليها كلمه. ما كانش فيه الكلام ده زمان للبنات. اصبح دلوقتي في الفتره دي او في الزمن ده سوق العمل اتفتح، بقت البنات تنزل تشتغل وهم عندهم 14 سنه و15 سنه، بقت كل واحده بقى يبقى معاها مرتب، يبقى تجيب اللي هي عايزاه، ما تستناش ان هي تاخد حاجه من اهلها. فاعتماد البنات الكلي على نفسهم خلى ان، فاهمين قصدي، خلى الواحده ما تفكرش اصلا ان هي تبني بيت او اسره. انا معايا فلوس، انا اللي بحتاجه بجيبه، لما بعوز اخرج في اي وقت بخرج، انا بروح شغلي، بخرج مع اصحابي، بنروح كافيهات، بنطلع رحلات، بنروح مصايف. ده حال البنات دلوقتي. اي واحده عايزه مثلا تفتح قناه بتفتحها حتى لو صغيره في السن. البنات من هم صغيرين خالص بيعملوا تيك توك وبيعملوا كل حاجه. فكل ده يخلي يعني الواحده بقى ممكن تقعد تفكر بينها وبين نفسها، تقول لك ايه، طب انا لو اتجوزت افرض انا جوزي مثلا منعني عن الحاجات دي كلها، اعمل ايه؟ لا انا كده كويسه تمام، ما اجيبش واحد يتحكم فيا يضايقني يقول لي اعملي ما تعمليش. فممكن يكون ده سبب من الاسباب، لان انا فكرت بدماغهم، يعني انا حطيت نفسي مكان الاشخاص دي وفكرت بعقلياتهم. ممكن تكون دي حاجه من الاسباب، ان انا خايفه ان انا اتجوز فزوجي ده يعطلني عن حاجات او احلام او حاجات انا بنياها لنفسي، يعطلني. او مثلا الجواز بيبقى فيه مسؤوليه، بيبقى فيه اولاد، بيبقى فيه التزامات، فممكن الحاجات دي تخليني ما اقدرش اعمل الحاجات اللي انا بحبها. فممكن يكون ده سبب من الاسباب. السبب التاني كتر بقى محكمه الاسره والبلاوي اللي احنا عمالين نشوفها الفتره، بقالي كام سنه كده، بقالي 3-4 سنين شايفه حاجات غريبه.
محكمة الأسرة، الطلاقات، الخلع. بصوا بطريقة أنا بحس إن الناس بتطلق وبتخلع أكتر ما بتتجوز. يعني ما بيعديش ساعة غير لما تلاقي 5 6 7 8 9 10 حالات طلاق. يعني ليه؟ بقيت أحس إن المأذون اللي بيطلق أكتر من المأذون اللي بيتجوز. حتى كان في مأذون بيتكلم وكده بيقول أنا دلوقتي بقيت يعني عايش على الطلاقات، يعني بيته مفتوح على الطلاقات. فعمال اقول ايه ده؟ يعني كلمه غريبه ان انا بيتي ورزقي دلوقتي مش ان انا اتجوز واحده ولا الكلام ده واجوز واحد، لا انا بيتي مفتوح ان انا اطلق الناس. فحاجه صعبه قوي يا بنات والله العظيم. انا قعدت افكر بيني وبين نفسي، يعني اما دلوقتي يعني الناس بتفكر كده، طب قدام شويه لما ولادي انا يكبروا هيبقى تفكيرهم عامل ازاي؟ هيشوفوا الحياه الزوجيه دي شكلها ايه؟ يا بنات اقسم بالله الحياه الزوجيه دي حاجه من اجمل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعمها علينا. هي الزواج والله والله من اجمل النعم، بحلوها بمرها بكل حاجه. يكفي ان انت هتبقي يعني ده الام دي بتبقى ليها مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، والاب كذلك. ويكفي ان انت هتكوني عندك سبب، يعني الهدف من الزواج ان النسل، إن التكاثر، ان احنا نخلف اطفال. الاطفال دول يعمروا الارض، يبنوا الارض، الدنيا تبقى في سلاله، في نسب، في ناس. فاهمين قصدي؟ فاحنا لما نقطع حاجه زي كده او نمنع حاجه زي كده، ايه ده؟ ازاي؟ فغير كده وكده الناس اللي بتطلع بقى مذيعين معينين كده بيطلعوا يعني يحسسونا ان الراجل ده ابشع حاجه في الدنيا، وناس تانية يحسسوك ان الست دي ما عندهاش مسؤوليه، وان هي ما ينفعش ان انت تتجوز، البنات كلها مش ماشيها مش مظبوط، مش عارفه ايه. التلفزيون والنت والكلام ده كله بصوا بوظ عقول الشباب. الحاجات دي لما ما كانتش موجوده كان كل واحد هدفه ان هو بعد ما بيتخرج بيدخل جيشه، وبعد كده يبتدي يشتغل يكون نفسه عشان يتجوز. قبل النت وقبل الموبايلات وقبل الكلام ده كله كان ده هدف الشاب: اخلص دراستي، اخلص جيشي، اشتغل، اكون نفسي، اتجوز. بس ده كان اهدافنا. لكن دلوقتي اهداف الشباب بقت حاجة تانية خالص، يعني اهداف يعني غريبة. فبصوا يا بنات والله ما ترموا ودانكم مع حد. الجواز مش حاجة وحشة، اقسم لكم بالله ما حاجة وحشة خالص. ومش معنى ان في واحدة فشلت في تجربة او مثلا ما حصل، بلاش فشل، ما حصلش نصيب، اتجوزوا ما اتفقوش انفصلوا بهدوء، حاجة طبيعية، مفيش اي مشكلة، نجرب تاني. ايه المانع؟ ده حاجة يعني ده اكتر حاجة حلال يعني، واكتر حاجة بناخد عليها حسنات وبناخد عليها حاجات حلوة قوي. فانا شايفة ان فكرة يعني اعتراض او مثلا ابتعاد الشباب او البنات عن الزواج، من اكتر سبب بيعمل فينا كده هو السوشيال ميديا. هي اللي مبوظه عقول الشباب، بدات تجذب الشباب، بدات بينزل ابلكيشن مثلا وحاجات بيبقى عليها فلوس، كلنا بنجري على الفلوس وكلنا بنجري على ان احنا نحسن من مستوانا المادي وكل حاجه. ولكن في حاجات تانية انت هتفضلي طول عمرك تشتغلي وتنزهي نفسك وتعملي حاجات حلوه لنفسك. هيجي عليكي وقت هتكبري في السن، هتبقي كبيرة، مش كبيرة مثلا 40 و50، يعني تكبري بقى خلاص مش قادرة جسديا ان انت تشتغلي او تعملي لنفسك حاجة. هتبصي حواليكي تفتحي بقى عينك، مين جنبك؟ لا زوج ولا اولاد يسألوا عليكي ولا اي حد، هتبقي لوحدك. لا مالك هينفعك في حاجة، ولا كل اللي عملتيه طول حياتك اللي فاتت ده في وقت بقى انت كبرتي في السن ومش قادرة تعملي حاجة تاني، خلاص كبرنا. لان طبيعي ان انا لما هتفرج على حد من الناس دي هتفرج على شباب، مش هتفرج على ناس كبيرة في السن. فهتبصي كده تفتحي عينك هتلاقي الوقت سرقك، السن سرقك، مش هتلاقي ليكي عزوة، مش هتلاقي ليكي حد يسأل عليكي، مش هتلاقي حد كده تتسندي عليه. الفلوس هتعمل لك ايه؟ انت فرضا تعبتي دلوقتي ماشي، مين هيروح يجيب لك الدواء؟ ما عندكيش طفل، ما عندكيش زوج، ما عندكيش اي حد. مين بقى اللي هتتكلي عليه بعد ربنا ان هو يقضي لك مثلا حاجتك لو تعبتي او حاجه؟ فما تخلوش السن يسرقكم، وما تخلوش افكار كده تحطوها لنفسكم كده غريبه. لا،
احنا نمشي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، يعني نمشي زي ما قال لنا. النصيب بيجي. انا مش بقولك روحي خبطي على واحد وقولي انا عايزه اتجوزك، ولا انت روح خبط على واحده، لا. حطي في دماغك الفكره ان انا دلوقتي عايزه اتزوج، ان ربنا يكرمني واتزوج. مش كل واحد يقولك بعد الشر، لا ده مش شر على فكره خالص. واوعى تقول كلمه زي كده، لان ممكن لسانك ده اللي انت مثلا واحده تقول بعد الشر يا رب ما اتجوز، يا رب مش عارفه ايه، ممكن الدعوه دي تستجاب وتندمي عليها في الاخر. تكوني مثلا نفسك تتجوزي حد، او مثلا حصل اعجاب منك لشخص معين ونفسك ان هو يتزوجك، والدعوه دي تصيب وتمنع عنك حاجات حلوه كتير انت كان ممكن تعيشيها. فارجوكم ارجوكم ما تخلوش ولادكم في السن الصغير ده يقعدوا على السوشيال ميديا ويسمعوا حاجات وانتي لما تقعديش مع اصحابك اللي هم، يعني انت مثلا عندك صديقه منفصله، ما تقعديش تقعديها وسط ولادك تسمع، يعني يسمعوا مشاكلهم والكلام ده ومشاكلها، لان الحاجات دي بتتخزن هنا عند الاطفال وبيكبروا عليها وبيخافوا. يبتدي حته الخوف، حته ان انا خايفه اخوض التجربه لا يحصل لي زي فلانه، خايفه، انا خايف مثلا اخوض التجربه دي لحسن يحصل لي زي فلان، زي ما مراته عملت فيه كذا، ودي زي ما جوزها عمل فيه كذا. لا، احنا مختلفين، مش كل التجارب واحده، مش كل الاشخاص واحده. لا، انتي بشطارتك، انتي ربنا كرمك بزوج، انتي بقى اعملي اللي يقدرك، يعني اعملي اللي عليكي قدام ربنا سبحانه وتعالى، وانت كزوج اعمل قدام ربنا يعني اللي يقدرك عليه. فما تقولوش ده، يعني ما تعمموش تجارب، ما فيش الكلام ده، ما كانش حد اتجوز ولا حد شاف جواز لما تعمموا تجربه. لا، احنا كده نسيبها كده على الله ونسعى للجواز، وامشي بمخططك كده. انا اشتغلت، انا اتخرجت، خلصت جيشي، اشتغلت، خلاص ابدأ كون نفسك عشان تخش في فكرة الزواج. وانت كذلك خلصتي اشتغلتي، ابتدي جهزي نفسك عشان لما يجيلك ابن الحلال تبقي جاهزة ان انت تخشي بيته. بس مش اكتر من كده، تسمعيش لحد، كلنا معرضين للمشاكل، مفيش بيت مفيهوش مشاكل. اللي يقولك البيوت ما فيهاش مشاكل وبصي دي حياتها عامله ازاي واشمعنى دي عامله كده، خش بيتها هتلاقي اكيد عندها مشكله واثنين وثلاثه، بس هي بتعديها، بتعالجها، بتصلحها، ما بتسيبهاش. فاهمين قصدي؟ فانا من رايي ان انتوا يعني تبعدوا زي ما انا قلت لكم اطفالكم عن السوشيال ميديا في السن الصغير، وتبعدوهم عن اي مشاكل، وبلاش اي اب يكون عصبي يتخانق مثلا مع مراته او مد الايد والكلام ده كله قدام الاطفال، لان كل دي بتعمل عقد. خلي بالك من تصرفاتك قدام اولادك، خلي بالك من تصرفاتك قدام اولادك، لان كل ده بيبقى هنا ما بيمسحش. انا افتكر في مره انا وزوجي مثلا كنا قاعدين بنتناقش عادي، فزوجي جات له مكالمه، فالمكالمه دي عصبته، فجي يعني زي فرغ عصبيته عليا، زعق. انا قلت له مالك خاصميني دلوقتي مش عارفه ايه، فاهمين قصدي؟ فتعصب عادي. المهم ايه، ولادي لحد يومنا هذا ولادي كانوا صغيرين، كان يوسف صغير قوي، كان عنده بتاع 4 سنين، لحد دلوقتي فاكر ان بابي زعق لمامي في يوم من الايام. قال ده بابي شرير، اصلا هو زعق لك قبل كده. شوفوا يعني، شوف يوسف 8 سنين لحد يومنا هذا الموضوع ده عشان شافه لحد دلوقتي بيتكلم عليه. فخلوا بالكم من تصرفاتكم قدام اولادكم. انا قلت له لا يا بابا لا يا حبيبي، هو كان متعصب، فانا قلت له مالك، فهو من عصبيته زعق، فانا مشيت وسبته عشان ما يتضايقش اكتر. هو ما كانش بيزعق لي انا، هو كان في حد مضايقه، فانا بساله مالك، فهو كان متضايق فزعق بس. فمهما تفهمي فيهم صدقيني هو خلاص شاف الموقف، خلاص ثبت في دماغه. مهما تعملي، لو بصي لو هتتحولي له كده هتتشقلبي له عشان تنسيه، خلاص هي حاجه اتثبتت في دماغه. فربنا يصلح اولادنا ويصلح حالنا واحوالنا، ويرزقكم جميعا بالذريه الصالحه، ويرزق كل واحده يا رب بالزوج الصالح عاجلا غير آجل يا رب العالمين، ويرزقك يا رب بحسنه الدنيا يا رب باذن الله، ويجعلنا دايما كده ماشيين في طاعه الله سبحانه وتعالى. الزواج ده كيان ربنا سبحانه وتعالى انعمنا بيه، وكله خير كله خير. يلا يا بنات، لايك شير سبسكرايب لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره. اكتبوا لي في الكومنتات تجربه كل واحده فيكم في الزواج، واللي مش متزوجه رافضه الزواج ليه، واللي مش متزوج رافض الزواج ليه. ان شاء الله كلنا نستفيد من بعض. ويلا بقى اشوفكم على خير، مع السلامه، باي باي.